تحسنت التغطية الصحية وتوسعت فرص الحصول على التعليم، كما وفرت تكنولوجيا المعلومات لشبابنا فرصا غير مسبوقة للتكوين والتواصل والانفتاح على العالم. على سبيل المثال نذكر بشكل خاص التقدم الذي تم تحقيقه في مجال الصحة، ويتجلى هذا التقدم تحديدا في متوسط العمر المتوقع عند الولادة الذي يضاهي متوسط الدول المتقدمة، إذ يبلغ حاليا 79 عاما فاصل 6. أغتنم هذه الفرصة لأدعو جميع المشاركين إلى تقاسم تجاربهم والمبادرة في تفكير جماعي حول الإجراءات التي يجب اتخاذها والتدابير العملية التي يجب تنفيذها لتعزيز رفاهية شبابنا. إن إدماج احتياجات الشباب في صنع القرار أمر أساسي لبناء الثقة وتعزيز التضامن والإنصاف، مساهما في التخطيط الاستراتيجي وتنفيذ السياسات السكانية التي تخدم الأسرة وتلبي متطلبات عالم عادل ديمغرافيا، مهيئا بالظروف المواتية التي تمكن الشباب من التمتع الكامل بالأبوة والأمومة. أهنئ الجزائر على الجهود المتضافرة بين القطاعات المعنية لتمديد إجازة الأمومة إلى 6 أشهر بدلاً من 3 أشهر، مما يضمن خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة عاليتي الجودة.